السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال كيف ما العاده. واليوم غادي نقدم لكم طبق دجاج بالخضر في الفران. كيجي اكثر من رائع، كيجي بنه مغايره على الاطباق اللي كنحضروا هكا بالدجاج ديال الخضره اللي كنديروه في الفران. فما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا، ندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. غادي ندوز نشرمل الدجاج ديالي. هو الاول غندير هنا شويه من الفلفل الاسود او الابزار، عندي هنا شويه من زنجبيل او سكينجبير، وعندي شويه ديال الملحه. دائما هاد المكونات كتبقى الكميه على حسب الدجاج اللي غادي نديرو. وغادي ندير شويه ديال الفلفل الاحمر او التحميره او البابريكا، وغادي ندير شويه ديال الزعتر. اي منسمات نتوما كتفضلوها ممكن ديروها، ما تقيدوش غير بالزعتر. وعندي هنا شويه ديال القزبر ومعدنوس، وعندي هنا واحد 2 فصوص ديال الثومه. صراحه بقاو لي غير دوك 2 فصوص صغار فهما اللي درت، ممكن تعوضوها بثومه غبره. وعندي هنايا واحد العلبه من ياغورت طبيعي مسوس، وغادي نضيف هنا حسب واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوه بزيت المائده او زيت الروميه كيف ما كنقولوا. وغادي ندير واحد العصره ديال الحامض. هنايا درت تقريبا واحد نص حامضه عصرتها، خلطتها مع هاد المكونات هادو صافي. هنايا غادي نخلط الكل جيدا. فهاد الشرموله هادي صدقوني الا جربتوا الدجاج بهاد الطريقه هادي فراه ما غاديش تشبعوا منه. كتجي واحد الخلطه رائعه رائعه رائعه، ممكن ديروها حتى القطبان ديال الدجاج كيجيو حتى هما بها فنه صافي. انا هنا خديت هكا في خيضات وجنيوحات ديال الدجاج، ما درتش الصدر، درت غير الفخوضه والجناوح. ممكن ديروا غير الفخيضات بوحديتهم ولا غير الجناوح بوحديتهم، ولا ممكن ديروا حتى الدجاجه كلها، فكيبقى لكم الاختيار. غادي نحاول نخلط او ندخل هاد الشرموله هذه في الدجاج ديالي بهذه الطريقه هذه. غادي نحاول نتكم هكا بهذا العود ديال الشوا باش كتشرب لينا ديك شرموله مزيان. هاد الدجاج هذا كيتشربها وكيجي لذيذ صافي. انا ما بغيتش هكا نوسخ يديا فكنخلط غير بالمعلقه، راه كافيه، ما عنديش كميه ديال الدجاج اللي كثيره. وانا هكا كنتقب هذا الدجاج باش كتدخل ليا شرموله. فكما قلت لكم الا جربتوا هاد الخلطه هذه فغادي ترحموني عليها صافي. غادي نخليه جانبا، انا ما عنديش صراحه الوقت كتير اللي غادي نخليه حتى يتشرب مزيان. ممكن ديروه حتى ليله قبل غادي يكون افضل. انا هنا خليته فقط واحد الساعه ودزت كنكمل الغدا ديالي. هنايا عندي خضر اللي غادي نديرها مباشره في الصينيه او في المول اللي غادي ندخلوه الفران. عندي هنا بطاطا، ممكن ديروا اي خضر متوفر عندكم، ولكن هاد الخضر اللي درت انا فراه كتواتم بزاف مع هاد الدجاج صافي. كيف ما كتلاحظوا انا درت كميه اللي كثيره شويه ديال البطاطا. كيف ما كتعرفوا الوليدات الصغار ضروري من البطاطا، كياكلوها بشكل يومي تقريبا. غادي ناخذ هنا بصله. انا هنا جاتني هاد البصله كبيره بزاف، خديت غير النص ديالها. غادي نقطعها هكا شرائح صافي. وغادي نزيد هنا مطيشه. غادي نكتفي بهاد الخضر فقط. المطيشه هنا غادي نخليها بالزريعه ديالها وغادي نخليها بالقشور ديالها. غادي نحيد ليها غير داك الراس الفوقاني وغادي نقطعها هكا شرائح حتى هي. غادي ندير هنايا واحد 2 ديال المطيشات، هما كيطلقوا لينا داك الماء هما والبصله وكيطيبوا فيه كيجيو ما نقولش لكم عليهم كيجيو لذاذ لذاذ بزاف صافي. هنايا غادي ناخذ الدجاج. غادي ناخذ الدجاج اللي كان عندي تما، غادي نديرو هنا في هذا الطبسيل وباش ناخذ ديك الشرموله اللي شاطت ليا. انتم غادي تشوفوا معايا شنو غادي ندير صافي. هنايا من بعد ما حولت داك الدجاج تما كتبقى ليا هاد الشرموله هذه اللي كما قلت لكم لذيذه بزاف. غادي نحاول هكا ندير فيها واحد القطيره ديال الماء باش نلبس هاد الخضره كامله بها
صافي ما غادي نزيد والو على هاد الخضره هادي، فقط هاد شرموله. وغادي نحاول نزيد شويه د الملحه، حيت الكميه ديال الملحه ما غاديش تكفاني في هاد الخضر هادي باش تجينا بنينه وصافي. صافي انا زدت هنا شويه د الملحه، وغادي نزيد هنا الازير او اكليل الجبل. انا عندي هاد الكرم هذا او هاد المجفف، الا كان عندكم طري غادي يكون افضل. وممكن كما قلت لكم تزيدوا اي منسمات نتوما كتفضلوها وكتعجبكم ممكن ديروها. ممكن تزيدوا حتى الزعتر. هنايا انا فقط درته في ديك الشرموله، ما بغيتش نعاودو هنا باش ما يجيش مجهد بزاف. اكتفيت فقط بداك الاكليل الجبل، وغادي نستف هاد الدجاج او هاد الطريفات ديال الدجاج فوق الخضره. ممكن تزيدوا اي خضر بغيتو كما قلت لكم، تزيدوا الفلفله، تزيدوا القرعه الخضراء الكورجيت، ولا تزيدوا الدنجال، ولا تزيدوا اللي بغيتو اللي متوفر عندكم ممكن ديروه. صافي كنحاول هكا نقاد هاد الفخيضات وهاد الجنيوحات هادو بهاد الطريقه. وغادي ندير واحد الفليفله حاره اللي ضروري منها، انا صراحه من عشاق الحار. صافي غادي ندير واحد الخويط ديال زيت الزيتون من الفوق، وغادي ناخذ ورق الفرن اللي فزقته من قبل، وغادي نديرو بهاد الطريقه هادي باش كيزمت عليها مزيان. وكندخلوها الفران اللي سخنته من قبل على النار اللي تكون متوسطه، شاعل من الفوق ومن التحت. الا غادي ديروا الفرن الغازي شعلوه غير من التحت حتى يطيب لكم مزيان. عاد ملي تبغيو تحمروه شعلوه حتى من الفوق. الا كنتو غديروه في الفرن الكهربائي فشعلوا من الفوق ومن التحت على 180 ولا 200 درجه، وغادي يطيب لكم ما نقولش لكم على الطياب. كيجي ولا اروع. هكا كنحضروا كلشي في دقه واحده، كندخلوه ما كنبقاوش مصدعين راسنا لا شوف هذه واش طابت ولا هذه واش تشحرات ولا. صافي انا زدت هنايا البابي الومنيوم، وهنايا غادي يكون طاب ليا. دخلته طاب على خاطرو، خدا ليا تقريبا واحد الساعه وربع، ساعه ونص تقريبا. انا كنقلب هنا المكونات كلهم طيبين، لا الخضره ولا الدجاج. صافي غادي نحيد هاد الورق الفرن والالومنيوم، وغادي ندخلو يتحمر من الفوق باش كيجي هكا مقرمش، لا هو لا البطاطا. وبهذا غادي يكون الطبق ديالنا جاهز على هاد الشكل هذا، كيجي لذيذ بزاف. انا غادي نزينو هكا بعريشات ديال المعدنوس، ممكن تزينوه حتى بالزيتون الا عندكم. انا ما كانش عندي الصراحه، فقضيت بداك الشيء اللي متوفر عندي. صافي كنقادو بهذا الشكل هذا باش كيجي هكا طبق اللي كيفتح الشهيه، حتى العين راها كتاكل. درت هكا لوينات خضيضه حميمر والدجاج هكا محمر على حقه وطريقه. شوفوا معايا كيفاش كيجي، ولا مريقه كتجي خاتره وكتجي ملبيه. ما تنشفوش بزاف كتر من القياس وما تخليوش عاود ميه، كيجي هكا بنين. وغادي نشارك معكم الدجاج. شوفوا معايا كيفاش طايب ما شاء الله، راه كيجي بنين بنين بنين. غير جربوه بهذه الطريقه هذه، قلت لكم طبق اللي ساهل، ما غاديش تعدوا وتمحنوا معاه دغيا دغيا كيتحضر. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي طايب. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه بهذه الطريقه هذه وتردوا عليا في الكومونتير كيفاش جاكم. وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده، وتشجعوني بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني دائما وكتزيد تشجعني انني نشارك معكم عده وصفات اللي سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. شوفوا معايا حتى البطاطا راه هي محمره. حتى لهنا الفيديو ديالنا غادي يكون سهله. نهاركم مبروك، السلام عليكم.